طلاب سنة تالتة إعدادي. الفيديو التاني لشرح خرائط المنهج. هنبدأ الأول بالموقع الفلكي والجغرافي لقارات العالم كلها. نبدأ بأكبر قارات العالم مساحة. كانت قارة ايه؟ قارة آسيا هي أكبر قارات العالم مساحة. طيب، تاني قارة من قارات العالم مساحة قارة أفريقيا. تاني قارات العالم مساحة. طب رقم 3 أو المرتبة التالتة قارة أمريكا الشمالية. رقم 4 قارة أمريكا الجنوبية. طيب رقم 5 القارة القطبية الجنوبية اللي هي بنسميها أنتاركتيكا. طيب سادس قارة أوروبا، هي سادس قارة العالم من حيث المساحة. سابع قارة استراليا، وهي أصغر قارات العالم مساحة. يبقى من أكبر قارة؟ آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، أوروبا، استراليا. آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، أوروبا، استراليا. يبقى أكبر قارة آسيا، أصغر قارة استراليا. طيب المحيطات، قلنا عندنا 5 محيطات. المحيط الهادي وده موجود في الشرق. في الجنوب عند آسيا واستراليا المحيط الهندي ما بين أفريقيا والأمريكتين، ما بين أوروبا وأفريقيا والأمريكتين المحيط الأطلنطي. وأقصى الغرب هنا برضو المحيط الهادي. في محيط فوق أقصى شمال آسيا وأوروبا اسمه المحيط القطبي الشمالي. محيط تحت أقصى الجنوب عند القارة القطبية الجنوبية اسمه المحيط القطبي الجنوبي. يبقى 5 محيطات: هادي وهو أكبر محيطات العالم، هندي، أطلنطي، وقطبي جنوبي وقطبي شمالي. أكبر واحد الهادي، أصغر واحد القطبي الشمالي. تمام كده احنا رجعنا سريعا على المساحة والمحيطات وأسماء القارات بترتيب المساحة بتاعتهم. طيب كان عندنا دوائر العرض في أقصى شمال آسيا وأوروبا، بتعدي الدائرة القطبية الشمالية أقصى شمال آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. طيب في الوسط عند جنوب آسيا، عند شمال أفريقيا، عند جنوب أمريكا الشمالية بيعدي مدار السرطان. في وسط قارة أفريقيا وشمال أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا بتعدي دائرة الاستواء. طيب مدار الجدي بيعدي في وسط أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا ووسط استراليا. آخر حاجة الدائرة القطبية الجنوبية، ودي اللي بتعدي تحت فقط عند القارة القطبية الجنوبية. بكده نكون شرحنا سريعا الموقع الفلكي والجغرافي لكل قارات العالم. تعالوا بقى ناخد كل قارة لوحدها، موقعها الفلكي والجغرافي والتضاريس. نبدأ بقارة آسيا. قارة آسيا بيحدها من الشمال بيحدها المحيط القطبي الشمالي. من الشرق بيحدها المحيط الهادي. من الجنوب بيحدها المحيط الأطلنطي. ومن الغرب قارة أوروبا، وبيفصلها عن قارة أوروبا جبال اسمها الأورال وبحر اسمه بحر قزوين. يبقى قارة آسيا وهي أكبر قارات العالم مساحة. يحدها من الشمال موقعها الجغرافي، يحدها من الشمال المحيط القطبي الشمالي. من الشرق المحيط الهادي. من الجنوب المحيط الهندي. من الغرب جبال الأورال وقارة أوروبا. طيب بيعدي فيها دوائر العرض اللي هو الموقع الفلكي بيعدي من الشمال الدائرة القطبية الشمالية. في الوسط مدار السرطان. في أقصى الجنوب عند جزر أندونيسيا والجزر دي دائرة الاستواء، يبقى بيعدي فيها ال3 دوائر: الدائرة القطبية الشمالية في الشمال، مدار السرطان في الوسط، ودائرة الاستواء في الجنوب. طيب تعالوا بقى نعرف بيفصلها عن كل قارة بيفصلها عن قارة أوروبا جبال الأورال وبحر قزوين، وكمان بحر هنا اسمه البحر الأسود. طيب كمان بتطل مع قارة أوروبا على مضيقين، مضيق اسمه البوسفور ومضيق اسمه الدردنيل. اللي فوق بوسفور واللي تحته شوية دردنيل. بيفصلها عن قارة أمريكا الجنوبية مضيق اسمه مضيق بيرينج. أمريكا الشمالية مضيق بيرينج. بيفصلها عن قارة أفريقيا البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
طيب بتتصل عند أفريقيا عند شبه جزيرة سيناء عندنا هنا في مصر. يبقى تاني بيفصلها عن أمريكا الشمالية مضيق بيرنج، بيفصلها عن أوروبا جبال الأورال، بيفصلها عن أفريقيا البحر الأحمر باب المندب وخليج عدن. دي بيفصلها عن ايه؟ عن أفريقيا. بيفصلها تحت عن استراليا بحر هنا اسمه بحر تيمور، بحر اسمه بحر تيمور. طيب عندها ايه كمان من بحار؟ هنا لو تبص على الجزر دي اللي عاملة زي الدايرة دي، بحر هنا اسمه بحر اليابان عند جزر اليابان. هنا عند الصين بحر اسمه بحر الصين الجنوبي. هنا عند الهند خليج اسمه خليج البنغال، خليج اسمه خليج البنغال. هنا عند شبه الجزيرة العربية البحر العربي وخليج العربي، البحر العربي وخليج العربي. وقلنا هي فيها أكبر بحر مغلق في العالم اسمه بحر قزوين، اسمه بحر ايه؟ قزوين. تمام، يبقى كده احنا رجعنا الموقع الفلكي لقارة آسيا والموقع الجغرافي لقارة آسيا. ندخل على القارة اللي بعدها، قارة أفريقيا. وقلنا هي تاني قارة العالم من حيث المساحة، يحدها من الشمال البحر المتوسط، يحدها من الشرق أو من جنوب الشرق المحيط الهندي وخليج عدن، يحدها من الغرب المحيط الأطلنطي، من الجنوب مش بيحدها حاجة. يبقى من الشمال بحر متوسط، من الشرق بحر أحمر ومحيط هندي، من الغرب المحيط الأطلنطي. طيب بيعدي فيها دوائر عرض ايه؟ دوائر عرض او الموقع الفلكي بتاعها في اقصى الشمال فوق مدار السرطان، ده اللي بيعدي في جنوب مصر. في الوسط بيقسمها كده بالنص دائرة الاستواء، وفي الجنوب مدار الجدي، في الجنوب مدار الجدي. يبقى مدار السرطان في الشمال دائرة الاستواء، في الوسط مدار الجدي في الجنوب. مهم اوي نركز على المدارات دي. طيب بيفصلها عن باقي القارات ايه من المضايق؟ بيفصلها عن قارة أوروبا فوق مضيق هنا اسمه مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق. بيفصلها عن آسيا احنا لسه قايلين مضيق اسمه مضيق ايه؟ باب المندب. بتتصل مع آسيا قلنا في شبه جزيرة سيناء عندنا في مصر. يعني بتتصل يعني بتبقى حتة أرض واحدة، مفيش بحر أو حاجة بيفصلهم يعني. وبيفصلها في الجنوب عن جزر مدغشقر اللي تخصها مضيق اسمه مضيق موزمبيق. يبقى تاني بتفصلها عن قارة أوروبا مضيق اسمه مضيق جبل طارق، بيفصلها عن قارة آسيا مضيق اسمه باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وبتتصل مع آسيا عند شبه جزيرة سيناء، بيفصلها عن جزيرة مدغشقر مضيق اسمه ايه؟ موزمبيق، مضيق اسمه ايه؟ موزمبيق. تمام كده احنا خدنا الموقع الفلكي والجغرافي لقارة أفريقيا. بس في حاجة كده عايزة أزودها هنا، في خليج هنا عند دائرة الاستواء اسمه خليج غينيا. خليج ايه؟ غينيا. ده خليج في قارة أفريقيا. تمام، احنا كده خلصنا قارة أفريقيا الموقع الفلكي والجغرافي. ندخل على قارة أوروبا. قارة أوروبا بتعتبر ايه؟ بتعتبر امتداد طبيعي لقارة آسيا. تمام، حتى هتشوفوا هتلاقوا نفس التعريج اللي في قارة آسيا، فدايما هتلاقوهم بص لازقين في بعض وبيفصلوا جبال الأورال بس عن بعض، فسهل قوي في الخريطة الكبيرة يرسموهم لك جنب بعض. فركز ان في عند اللفتة دي كده، دي عند الجبال دي كده بنبدأ قارة ايه؟ أوروبا. وعند البحر الأسود من هنا بنبدأ قارة أوروبا. طيب قارة أوروبا بيحدها ايه من الشمال؟ بيحدها المحيط القطبي الشمالي. من الشرق بيحدها جبال الأورال وقارة آسيا. من الجنوب بيحدها البحر المتوسط اللي بيفصلها هو مضيق باب المندب عن قارة أفريقيا. من الشمال بيحدها المحيط من الغرب بيحدها المحيط الأطلنطي. يبقى من الشمال المحيط القطبي الشمالي، من الشرق جبال الأورال وقارة آسيا، من الجنوب البحر المتوسط، ومن الغرب المحيط الأطلنطي. ده الموقع الجغرافي. طيب بيعدي فيها ايه دوائر العرض؟ الموقع الفلكي هي دائرة عرض وحيدة بس في الشمال اسمها الدائرة القطبية الشمالية، الدائرة القطبية الشمالية. بيعدي خط جرينتش في الغرب بتاعها خط جرينتش. بصوا هنا هتلاقوا هنا ما بين التعريج دي في بحر اسمه بحر الشمال، مهم نحفظه، وخليج اسمه خليج بسكي، خليج بسكي. طبعا هنا البحر البلطي، مش البلطي، البلطي، البحر البلطي بحر الشمال خليج بسكي. هنا عند البحر الأسود قلنا هي بتطل على مضيقين زي قارة آسيا، مضيق اسمه البوسفور وده اللي فوقيه شوية، ومضيق النيل ده اللي تحت شوية.
كده خلصنا الموقع الفلكي الجغرافي لقارة أوروبا. ندخل على قارة أمريكا الشمالية، واحنا قلنا قارة أفريقيا تاني قارات العالم مساحة، قارة أوروبا سادس قارات العالم مساحة، قارة أمريكا الشمالية تالت قارات العالم مساحة. طيب قارة أمريكا الشمالية بيحدها من الشمال ايه؟ بيحدها المحيط القطبي الشمالي، من الشرق المحيط الأطلنطي، من الغرب المحيط الهادي، من الجنوب بحر اسمه البحر الكاريبي وده بيفصلها عن قارة أمريكا الجنوبية. يبقى من الشمال محيط قطبي شمالي، من الشرق محيط أطلنطي، من الغرب محيط هادي، من الجنوب البحر الكاريبي. طيب بيفصلها قلنا عن قارة آسيا مضيق اسمه مضيق بيرينج، بيفصلها عن قارة أمريكا الجنوبية البحر الكاريبي أهو هنا بالظبط. طيب في عندها في الجنوب كده خليج اسمه خليج المكسيك عند دولة المكسيك، في أقصى الشمال فوق خليج اسمه خليج هادسن. المهم نحفظ خليج هادسن ده عشان بيجيب عليه أسئلة كتير. يبقى المحيط القطبي الشمالي، المحيط الأطلنطي، المحيط الهادي، البحر الكاريبي في الجنوب اللي بيفصلها عن قارة أمريكا الجنوبية، ما بينها وما بين قارة آسيا مضيق اسمه مضيق بيرينج. هنا خليج المكسيك وهنا خليج هادسن. طيب ايه دوائر العرض اللي بتحدها او الموقع الفلكي؟ عندها في الشمال الدائرة القطبية الشمالية، وفي الجنوب مدار السرطان. يبقى عندها حاجتين بس، في الشمال الدائرة القطبية الشمالية وفي الجنوب مدار السرطان. كده خلصنا الموقع الفلكي الجغرافي لقارة أمريكا الشمالية. الموقع الفلكي الجغرافي لقارة أمريكا الجنوبية واللي هي رابع قارات العالم من حيث المساحة. قارة أمريكا الجنوبية بيحدها من الشمال البحر الكاريبي، بيحدها من الشرق المحيط الأطلنطي، من الغرب المحيط الهادي، ومن الجنوب معندهاش أي حاجة. طيب بيحدها ايه من الدوائر العرض؟ بيحدها من الشمال دائرة الاستواء بتعدي بالظبط كده عند نهر الأمازون، بيحدها من الوسط مدار الجدي. يبقى من الشمال دائرة الاستواء، من الوسط مدار الجدي. عندها راس هنا، راس الحتة دي عاملة زي راس المثلث كده اسمها راس سوروك. بيحدها من الجنوب راس اسمها هورن، راس سوروك وراس ايه؟ هورن. مضيق هنا اسمه مضيق ماجلان، مضيق ايه؟ ماجلان. راس سوروك، راس هورن، مضيق ماجلان. دي خامس قارات العالم مساحة، يحدها من الشمال البحر الكاريبي، من الشرق المحيط الأطلنطي، من الغرب المحيط الهادي، مش حاجة من الجنوب، من الشمال دائرة الاستواء، من الجنوب مدار الجدي. قارة استراليا وهي سادس قارات العالم مساحة وآخر قارات العالم من حيث المساحة. قارة استراليا بيفصلها عن قارة آسيا بحر اسمه بحر تيمور وبحر اسمه بحر أرافورا. بيحدها من الشمال بحر أرافورا، بيحدها من الشرق المحيط الهادي، بيحدها من الغرب المحيط الهندي، ومن الجنوب بحر اسمه تسمانيا وجزيرة اسمها تسمانيا والخليج الأسترالي الكبير وجزر نيوزيلندا. يبقى تاني بيحدها من الشمال بحر أرافورا، من الشرق المحيط الهادي، من الغرب المحيط الهندي، من الجنوب الخليج الاسترالي الكبير وبحر تسمانيا وجزيرة تسمانيا وجزر نيوزيلندا. يعدي فيها مدار واحد بس في وسطها اسمه مدار الجدي. عندها جزر هنا اسمها جزر سولومون في الشمال، وبحر هنا اسمه بحر المورجان. دي أهم الحاجات اللي نعرفها في قارة استراليا. يبقى خليج استراليا كبير ده مهم نعرف مكانه، بحر تسمانيا، جزيرة تسمانيا، جزر نيوزيلندا. دي شمالية ودي جنوبية اسمها جزر ايه؟ نيوزيلندا. كده خلصنا الموقع الفلكي والجغرافي لقارات العالم. ندخل على أهم حاجة التضاريس. نبدأ بتضاريس قارة آسيا. تضاريس قارة آسيا في أهم وأكبر جبال في العالم موجودة في الوسط كده اسمها جبل ايه دي؟ الهيمالايا. جبل ايه؟ الهيمالايا. طيب وفوقيها أكبر هضاب العالم تعرف بسقف العالم اسمها هضبة ايه؟ التبت. يبقى جبال الهيمالايا وهضبة التبت. فيها هنا هضبة في الهند تحت، شايفين المثلث ده الهند. هضبة الدكن في الهند، هضبة الدكن في الهند. يبقى عندها جبال الهيمالايا وهي أكبر جبال في قارة آسيا وفي العالم. وهي هضبة التبت وهي أعلى هضاب العالم وهضبة الدكن. تعالوا بقى هنا عن منطقة منطقة الغرب. عندها 3 جبال. جبل لازق في البحر هنا اسمه جبال طوروس،
جبل واقف اسمه كردستان، هنا كده اسمه كردستان، وجبل نايم اسمه زاجرس. يبقى لازق في البحر اسمه طروس، جنب طروس في جبل اسمه كردستان والجبال زاجرس. في جبال عند البحر الأحمر اسمها جبال حجاز وعسير، اسمها جبال حجاز وعسير. في هضبة هنا في شبه الجزيرة العربية. يبقى عندها في وسط القارة جبال اسمها جبال الهيمالايا، وأعلى جبال في العالم وأعلى جبال في القارة. في الغرب عندها مجموعة 3 جبال، جبال طروس كردستان زاجرس، طروس كردستان زاجرس. وكمان جبال عند البحر الأحمر اسمها جبال حجاز وعسير، عندها هضبتين، هضبة فوق جبال الهيمالايا على طول اسمها هضبة التبت وهي أعلى هضاب العالم، وهضبة في الهند اسمها هضبة الدكن. كده احنا خدنا الجبال والهضاب. تعالوا بقى نركز في السهول الفيضية والساحلية. نبدأ بالسهول الفيضية، وهي سهول فوق في الشمال اسمها سهول سيبيريا. سهول ايه بقى في الشمال، في أقصى الشمال فوق سهول سيبيريا. سهول سيبيريا بتتقسم ل3 أنهار، أوب وينسي ولينا. أوب اتجوز ينسي خلفوا لينا، أوب وينسي ولينا أهو. بس أوب اللي ناحية الغرب كده شوية ناحية جبال الأورال، ينسي في النص، لينا ناحية اليمين. كل دي اسمها سهول سيبيريا، وبينسي لينا. طيب سهول ايه كمان، تعالوا هنا في الشرق كده عند الحتة المدورة دي هتلاقوا سهل اسمه سهل منشوريا، وفي نهر اسمه نهر أمور، سهل اسمه سهل منشوريا. هنا عند الصين احنا اتفقنا هنا دولة الصين، سهل الصين في نهر اسمه نهر اليانجتسي، يانجتسي. نهر اسمه نهر ايه، يانجتسي. نهر اسمه نهر ايه، يانجتسي. تمام. يبقى سهل منشوريا في الشرق، وفي الجنوب شرق سهل ايه، نهر اليانجتسي، سهل الصين الشرقي اللي هو فيه نهر ايه، يانجتسي ونهر هونج هو. دول اهم نهرين، يانجتسي وهونج هو. في نهر هنا في الهند اسمه نهر السند، نهر السند اهو، شفتوا كده موجود فين، في غرب الهند اسمه نهر السند، نهر السند في الهند، نهر السند في الهند. نهر السند في الهند. طيب نكمل. يبقى عندنا في الشمال سهل سيبيريا وبوينسي ولينا، في الشرق سهل منشوريا، في الجنوب الشرقي نهر اليانجتسي ونهر هونج هو، في الجنوب عند غرب الهند نهر اسمه نهر السند. في هنا نهرين في الغرب، نهر دجلة والفرات، دجلة فوق والفرات تحته، دجلة والفرات، دجلة والفرات. كده دي أهم ايه السهول الفيضية اللي موجودة في قارة آسيا. السهول الساحلية موجودة فين، عند سهول المحيط الهادي، عند سهول المحيط الهندي والخليج العربي، عند سهول المحيط القطبي الشمالي. كل دي سهول ايه ساحلية، كل دي سهول ايه ساحلية، كل دي سهول ساحلية، كل دي سهول ساحلية. يبقى كده احنا خلصنا المراجعة على ايه تضاريس قارة آسيا. وقف الفيديو، ابدأ ارجع الحتة دي وراجع كل حتة، احفظها في مكانها بالظبط، مكان الجبال ومكان الهضاب، احفظ أهم الأماكن اللي احنا شاورنا عليها. طيب عندنا هنا في قلنا جزر اليابان اهي، جزر اليابان في المنطقة دي. تحت هنا الجزيرة الكبيرة دي اسمها نيوزيلندا. الجزيرة اللي لازقة في جنوب الصين دي اسمها شبه جزيرة المالايو، ودي مهم نحفظها. ومجموعة جزر هنا صغيرة جنب بعض اسمها جزر دي كده، جزر اندونيسيا وجاوا، جزر اندونيسيا وجاوا. تمام. يبقى اليابان، جزر اليابان ونيوزيلندا وشبه جزيرة المالايو. ندخل بقى على قارة أفريقيا. قارة أفريقيا بتتميز بالمظهر الهضبي، ليه؟ لكثرة وجود الهضاب فيها. قارة أفريقيا عندها مجموعة من الجبال، جبال بتنقسم التوائية وجبال بتنقسم انكسارية. الجبال التوائية موجودة في أقصى غرب القارة اسمها جبال ايه؟ أطلس. جبال أطلس دي أقصى غرب القارة. طيب جبال ايه كمان، تعالوا هنا عند البحر الأحمر هتلاقوا جبال البحر الأحمر بتمتد في مصر والسودان. ايه كمان،
في جبال تحت هنا اسمها جبال دوركنسبرج، قسموها كده، هي دوركنسبرج على بعض بس هنقسمها دوركنسبرج، جبال دوركنسبرج. يبقى عندنا في أقصى الشمال جبال أطلس، عند البحر الأحمر جبال البحر الأحمر، وعندنا في الجنوب جبال دوركنسبرج. طيب الهضبة، في هضبة كبيرة هنا قوي، هضبة كبيرة كده اسمها هضبة أفريقيا الشمالية، اسمها هضبة أفريقيا الشمالية. دي هضبة كبيرة قوي بتمتد من البحر الأحمر شرقا، المحيط الأطلنطي غربا، ومن الشمال عند البحر المتوسط للصحراء الكبرى الوسط القارة. الصحراء الكبرى دي كلها اسمها هضبة ايه؟ أفريقيا الوسطى. شايفين جناح الفرخ المكسور ده؟ هتلاقوا عنده هضبة كده قريبة منه اسمها هضبة أثيوبيا. هضبة أثيوبيا عند بحيرة فيكتوريا تحت هتلاقوا هضبة اسمها هضبة البحيرات الاستوائية عند دائرة الاستواء كده بالظبط. هضبة اسمها هضبة البحيرات الاستوائية، هضبة البحيرات الاستوائية. يبقى هضبة أفريقيا الشمالية، هضبة أثيوبيا، وهضبة البحيرات الاستوائية. طيب الأنهار الموجودة في القارة، طبعا أساسي نهر النيل، ده من أساس الأنهار الموجودة في القارة. كمان نهر ايه؟ كمان نهر تحت هنا، نهرين جنب بعض اسمهم الزمبيزي، ده قريب لمضيق موزمبيق كده شوية، واللمبوبو، الزمبيزي واللمبوبو. ونهر اسمه أورنج، ونهر اسمه أورنج من أقصى الجنوب تحت نهر أورنج، والزمبيزي واللمبوبو، والزمبيزي واللمبوبو. عند دائرة الاستواء تحت كده، تحتها على طول نهر اسمه نهر الكونغو في دولة الكونغو، نهر اسمه نهر الكونغو. شايفين التانية دي كده؟ عندها نهر هنا اسمه نهر النيجر قبل ما تدخل التانية، ونهر هناك آخرها عند نهر اسمه السنغال. يبقى سنغال نيجر كونغو، سنغال نيجر كونغو، سنغال نيجر كونغو. زمبيزي لمبوبو أورنج، زمبيزي لمبوبو أورنج. دي أهم الأنهار السهول الفيضية اللي موجودة في قارة أفريقيا. السهول عند البحر المتوسط، عند المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي، كل دي سهول ساحلية، كل دي سهول ساحلية. عندنا حاجة في مصر كده هنا اسمها بحر الرمال العظيم، دي بتمتد للسهول الصحراوية، بحر الرمال العظيم. ايه كمان تحت صحراء اسمها صحراء كالهاري، صحراء كالهاري دي من الصحاري برضو اللي بتمتد للسهول الصحراوية، واحنا قلنا قارة أفريقيا من أكتر قارات العالم فيها سهول صحراوية. يبقى بحر الرمال العظيم وصحراء كالهاري دي من ايه؟ من السهول الصحراوية، من السهول الصحراوية. كده خلصنا شرح في تضاريس قارة أفريقيا. تضاريس قارة أوروبا، تضاريس قارة أوروبا بتتميز بتعرج سواحلها فتسهلها إنها تقدر تعمل موانئ طبيعية. نبدأ بأهم حاجة موجودة فيها، هي الجبال الموجودة في الجنوب اللي هي بنسميها جبال الألب، جبال الألب. وجبال الألب ليها اسمين في دولتين، تسمى جبال البرانس في دولة أسبانيا اللي هي ما بين أسبانيا وفرنسا بنسميها البرانس، وفي شبه جزيرة البلقان اللي هي جنب إيطاليا على طول بنسميها جبال الألب الدينارية، جبال الألب الدينارية. يبقى جبال الألب هي اسمها في أوروبا كلها جبال الألب، لكن في أسبانيا بنسميها جبال البرانس، شايفين ده موقعها أهو، وفي شبه جزيرة البلقان بنسميها جبال الألب الدينارية. طيب الهضاب، ندخل على هنا هضبة في أسبانيا اسمها هضبة الميزيتا، هضبة الميزيتا. وفي هضبة في فرنسا هنا بالظبط اسمها هضبة فرنسا الوسطى، هضبة فرنسا الوسطى. يبقى الميزيتا وهضبة فرنسا الوسطى. طيب ايه كمان من السهول الفيضية الموجودة في قارة أوروبا؟ السهول الفيضية في قارة أوروبا السهل كبير قوي بيمتد في وسطها كبير جدا اسمه السهل الأوروبي العظيم، السهل الأوروبي العظيم. أطول نهر في السهل ده اسمه، شايفينه أهو بيطلع منها على طول كده، اسمه نهر الفولجا، اسمه نهر ايه؟ الفولجا. ده بيصب في بحر قزوين، اسمه نهر الفولجا، نهر الفولجا، نهر الفولجا. أطول وأهم نهر فيهم اسمه نهر الفولجا. في نهرين هنا في أقصى الغرب، نهر بيصب في بحر الشمال اسمه نهر الراين، ونهر اسمه الصين برضو بيصب في بحر الشمال. يبقى نهر الراين ونهر السين، نهر الراين ونهر السين. نهر السين بيصب في المحيط الأطلنطي، نهر الراين ونهر السين، نهر الراين ونهر السين. والفولجا اللي هو أكبر أنهار قارة أوروبا بيصب في بحر قزوين.
كده احنا خدنا اهم التضاريس اللي بتميز قارة اوروبا. نكمل عند قارة امريكا الشمالية، والثلاث قارات اللي جايين مهم نركز فيهم، لان قبل كده كنا ممكن نكون بنسمع عن بعض مواضيع لا تخص افريقيا طبعا لانها قارتنا اسيا واوروبا، لكن قليل قوي لما بنركز في تضاريس قارة امريكا الشمالية والجنوبية مع انهم مهمين جدا وبيسألوا عليهم كتير. تمام. طيب نبدأ في تضاريس قارة امريكا الشمالية. اهم الجبال الموجودة في قارة امريكا الشمالية جبال في الشرق هنا في الجنوب كده اسمها جبال الابلاش، دي اسمها جبال الابلاش. دي موجودة فين؟ في الشرق. والجبال في الغرب هنا اسمها جبال روكي. جبال روكي دي سلسلة جبال ممتدة من الشمال للجنوب في الغرب، اسمها سلسلة جبال ايه؟ روكي. اسمها سلسلة جبال روكي. طب جبال روكي دي كل دولة ليها اسم. عندنا هنا في الشمال بنسميها ماكنزي، في الجنوب بيسموها سيرا ماديرا، وفي الوسط بيسموها سيرنيفادا. طب المهم نحفظ كل دول يا ميس؟ لا، المهم نحفظ جبال روكي، هي دي اهم حاجة فيهم. يبقى جبال الابلاش وجبال روكي دول مهمين جدا، جبال الابلاش وجبال روكي. طب الهضاب عندها ايه من الهضاب؟ عندها هضبة هنا في الشمال الشرقي اسمها هضبة لابلادور، هضبة لابلادور، وهضبة في الجنوب اسمها المكسيك، وهضبة في الجنوب اسمها المكسيك. لابلادور والمكسيك، لابلادور في الشمال والمكسيك في الجنوب. طيب عندها ايه من الخليجان؟ عندها خليج اسمه هيدسن، قلنا مهم قوي. خليج المكسيك دول مهمين ان احنا نحفظهم. وجزيرة فوق اسمها جرينلاند، دي من الجزر اللي بتحد قارة امريكا الشمالية. وطبعا خليج ألاسكا ودولة ألاسكا دي تبع الولايات المتحدة. تمام. طيب تعالوا بقى في الأنهار. ايه الأنهار اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية؟ في السهول الوسطى، دي سهول البحيرات الاستوائية، سهول البحيرات العظمى عندهم اسمها سهول البحيرات العظمى، ودي اللي بتنبع منها أنهار كتيرة وبحيرات كتيرة عذبة. تمام. ومنهم تحت في الجنوب نهر واحد بس فيها اسمه نهر المسيسيبي، ده موجود في الجنوب. يبقى بحيرات عذبة ونهر المسيسيبي، بحيرات عذبة ونهر المسيسيبي. وفي نهر فوق اسمه نهر نيلسون، ده بيصب في خليج هيدسون. نهر نيلسون ده بيصب في خليج هيدسون. يبقى سهول بحيرات العظمى، نهر المسيسيبي في الجنوب ونهر نيلسون في الشمال. كده خلصنا سهول قارة أمريكا الشمالية. قارة أمريكا الجنوبية بيحدها من الغرب جبال الأنديز، دي سلسلة بتمتد من الشمال للجنوب. جبال الأنديز بيحدها من الشمال أو عندها في الشمال هضبة جيانا، وفي الجنوب هضبة باتاجونيا، في الوسط أو في الشرق هضبة البرازيل. يبقى جبال الأنديز ودي موجودة في غرب القارة بتمتد من الشمال للجنوب. هضبة جيانا في الشمال، هضبة البرازيل في الشرق، هضبة باتاجونيا في الجنوب. طيب السهول الفيضية اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية سهول نهر البامباس أو سهول البامباس، ودي بينبع منها 3 أنهار، لابلاتا ده في الجنوب تحت، ونهرين في ناحية الشرق، نهر بارانا ونهر باراجواي. نهر بارانا ونهر باراجواي. في نهر في الشرق كده هناك اسمه نهر سان فرانسيسكو. يبقى سهل البامباس ده موجود في وسط القارة، بينبع منه 3 أنهار، لابلاتا بارانا باراجواي، لابلاتا بارانا باراجواي. في الشرق نهر ساو فرانسيسكو، وفي الشمال نهر اسمه نهر الأمازون. في شمال شرق نهر اسمه نهر الأمازون، وده أعرض نهر في العالم أو أوسع نهر في العالم. أطول نهر في العالم نهر النيل، أوسع نهر في العالم نهر الأمازون. تمام كده. يبقى جبال الأنديز، هضبة جانا، برازيل، باتاجونيا، سهول أو سهل البومباس، نهر لابلاتا، نهر بارانا، نهر باراجواي، ونهر ساو فرانسيسكو. تمام. ومننساش نهر الأمازون، أهم واحد في القارة موجود في شمال شرق القارة. في خليج هنا ما بينها وما بين أمريكا الشمالية اسمه خليج بنما أو قناة بنما.
خليج بنما أو قناة بنما، ده برضو مهم نركز فيه. تمام، ندخل على آخر قارة وهي قارة استراليا. قارة استراليا لذيذة خالص وسهلة خالص، كل التضاريس فيها خفيفة شوية. عندها الجبال موجودة في الشرق، هي سلسلة جبال نسميها جبال الحاجز الكبير. في الشمال بنسميها جبال الحاجز الكبير في الشمالي، وجبال الحاجز الكبير الجنوبي. يبقى هي سلسلة واحدة اسمها جبال الحاجز الكبير شمالي وجنوبي. تمام. طيب في صحراء هنا كبيرة في النص اسمها صحراء فيكتوريا الكبرى. صحراء فيكتوريا الكبرى دي بتنبع منها سلاسل جبال اسمها ماكدونو أو ماكدونال. يبقى صحراء فيكتوريا وسلاسل جبال ماكدونال. طيب ايه السهول الفيضية اللي موجودة عندها؟ هي ما عندهاش الا نهرين، نهر اسمه دارلينج لفوق ونهر ميري تحت. دارلينج وميري. نهر دارلينج ده اللي فوق، نهر ميري ده اللي تحت. زي ما قلنا هنا جزيرتين نيوزيلندا الشمالية والجنوبية. تمام كده، يبقى هي سلاسل جبال واحدة اسمها الحاجز الكبير شمال وجنوب، سلاسل جبال ماكدونالد، صحراء فيكتوريا الكبرى، ونهر دارلينج وميري. كده احنا خلصنا قارات العالم من حيث التضاريس. نكمل قارات العالم من حيث الأقاليم المناخية. هنبدأ ب3 أقاليم الحارة الأول اللي هو المداري الحار والصحراوي الحار والاستوائي. الاستوائي موجود فين؟ الاستوائي دايما هتلاقوه موجود عند دائرة الاستواء. شايفين كده؟ دايما اهو، شايفين كده الحتة اللي انا بشاور عليها دي دايما فوق وتحت دائرة الاستواء، فوق وتحت دائرة الاستواء. ده اقليم ايه؟ اقليم استوائي. طيب الاقليم المداري، الاقليم المداري فوقه على طول، فوقه وتحته. يعني شايفين الاقليم الاستوائي اللي احنا محددينه ده فوق اهو، المنطقة دي كده، ده كده اهو اقليم مداري، ده كده اقليم مداري اهو، ده كده اقليم مداري اهو. شايفين كده فوق وتحته زي ما بقول لكم. الاخضر الخفيف ده اقليم مداري. شايفين هنا في استراليا هتلاقوا في عند جبال الحاجز الكبير، وفي شمال في وسط استراليا كده هتلاقوا الحته دي كده ايه؟ مداري. يبقى عندنا في وسط افريقيا وفي شرق امريكا الجنوبيه وفي شرق ووسط قاره استراليا، ده اقليم مداري. طب الاقليم الصحراوي الحار، شايفين اللي فوق المداري ده الصحراوي الحار في افريقيا، ما بينه وما بين البحر المتوسط، هتلاقوه في النص كده، تحديدا في النص عند مدار السرطان كده، ده اسمه اقليم صحراوي حار. شايفين شبه الجزيرة العربية هنا دي كلها، دي كده اقليم صحراوي حار. محدد الحتة اللي في الجنوب دي لوحدها دي اللي مداري اليمن، انما الباقي دول كده صحراوي حار. ايه كمان؟ هتلاقوا الجزء اللي جنب الهند ده عشان صحراء اسمه ده صحراوي حار. عندنا في امريكا الشمالية هتلاقوا الصحراوي الحار قرب جبال روكي كده، شايفين جبال روكي كانت الناحية دي، هتلاقوا ايه اهو المنطقة دي كده، ده اقليم صحراوي حار. تحتها عند مدار السرطان عند خليج المكسيك جزء منه اقليم مداري. يبقى عندنا في جنوب امريكا الشمالية ناحية الجبال جبال روكي دي اقليم صحراوي حار، وجنوبها اقليم مداري حار. طيب نكمل بقى الاقليم الموسمي. قلنا الاقليم الموسمي اكتر بيكون موجود في شرق وجنوب شرق اسيا. شايفين اهو الصين، الهند، المنطقه دي كلها شبه جزيره المالاي وكل الحته دي اقليم موسمي. ايه كمان؟ عارفين هضبه اثيوبيا هنا، هضبه اثيوبيا جزء منها موجود في اقليم موسمي في افريقيا. ايه كمان؟ شايفين القرون كده بتاعت استراليا من فوق دي، اهي دي شمال استراليا، اقصى شمال استراليا، ده اقليم موسمي. في حته صغننه خالص كده في شرق امريكا الجنوبيه، ده برضو اقليم موسمي. الاقليم الموسمي موجود فين؟ شرق وجنوب شرق اسيا، وفي هضبة اثيوبيا في افريقيا، وجزيرة مدغشقر تحت دي كمان مهمة، دي اقليم موسمي. اقصى شمال استراليا وشرق امريكا الجنوبية، دي كلها اسمها ايه؟ الأقاليم الحارة، استوائي، مداري، حار، صحراوي، وموسمي. ندخل على الأقاليم المعتدلة الدافية. الأقاليم المعتدلة الدافية، الأقاليم المعتدلة الدافية 3: صحراوي معتدل، بحر متوسط، إقليم معتدل شرق القارات، أو بنسميه الصيني. بنسميه ايه؟ الصيني. طيب
هنغير اللون كده ده لون مختلف. نبدأ بالإقليم الصحراوي المعتدل. الإقليم الصحراوي المعتدل هتلاقوه موجود فين؟ عند جبال الهيمالايا هذا بتبت كده في وسط آسيا اهو كده بالمنظر ده، عند جبال روكي اهو جزء من جبال روكي، لان احنا اتفقنا الحته اللي تحتها دي على طول دي اقليم صحراوي حار، لكن جزء من جبال روكي شمال او وسط روكي بالظبط، وسط امريكا الشماليه هتلاقوا ده ايه؟ اقليم صحراوي معتدل. عندنا هنا في جنوب شرق امريكا الجنوبيه ده برضو اقليم صحراوي معتدل. يبقى عند جبال الهيمالايا وهضبة التبت في وسط اسيا، عند جبال روكي في امريكا الشماليه، وكمان عند الجزء الشرقي جنوب شرقي اللي موجود في امريكا دي الشماليه وامريكا الجنوبيه. كمان موجود فين؟ اقليم البحر المتوسط بقى موجود فين؟ اقليم البحر المتوسط من اسمه هيكون موجود فين؟ عند البحر المتوسط، وهو في العموم دايما هتلاقوه في غرب القارات. احنا لو لقيتوه في بقيه القارات هتلاقوه فين؟ في الغرب. هتلاقوه فين؟ في الغرب. تعالوا عند البحر المتوسط، شايفين حته شمال الوطن العربي اهي، شمال مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كل الحته دي اسمها اقليم بحر متوسط. كمان جنوب اوروبا، شايفين جنوب اوروبا كده جزء من اسبانيا ايطاليا اليونان، كل دي اقليم بحر متوسط. طيب ايه كمان موجود في اقليم البحر المتوسط؟ عندنا هنا في غرب امريكا الشماليه، اقصى غرب امريكا الشماليه فين كده، الحته دي اقليم بحر متوسط. عندنا في اقصى جنوب امريكا الجنوبيه دي اقليم بحر متوسط. عندنا فين كمان؟ عندنا في استراليا اقصى جنوب غرب استراليا، هي في جنوبها في الوسط وفي اقصى جنوب غرب، المنطقه دي كلها في الجنوب يعني. تمام. موجوده فين كمان؟ في منطقه صغيره قوي في جنوب افريقيا، تبقى موجوده فين؟ حوالين البحر المتوسط شمال الوطن العربي او شمال افريقيا وجنوب اوروبا. موجوده في اقصى غرب قاره امريكا الشماليه، موجوده في اقصى جنوب غرب امريكا الجنوبيه، موجوده في جنوب استراليا، وكمان في جنوب افريقيا. ده كله اسمه ايه؟ اقليم بحر متوسط. ندخل على المعتدل شرق القارات او اللي بنسميه الصيني. الصين ده موجود فين؟ في شمال الصين واليابان، في شمال الصين واليابان، في المنطقه دي كده بالذات شمال الصين واليابان، في شرق الولايات المتحده، وهو اسمه شرق القارات فدايما هتلاقوه في شرق القارات، في شرق الولايات المتحده، في شرق امريكا الجنوبيه، في شرق استراليا، وجزر نيوزيلندا دي كمان جزء منها فيه، وفي جنوب شرق افريقيا. موجود فين؟ في شرق امريكا الشماليه، في شرق امريكا الجنوبيه، في شرق استراليا، وفي جنوب شرق افريقيا. كمان فين؟ في الصين واليابان اللي هي شرق اسيا دي الاقاليم المعتدله الدافيه. ندخل على الاقاليم المعتدله البارده اللي هو غرب اوروبا، اقليم معتدل بارد اللي هو اسمه شرق القارات اللورنسي، والاقليم القاري البارد. اقليم غرب اوروبا موجود فين؟ اقليم غرب اوروبا شايفين المنطقه دي كده اهو غرب اوروبا، غرب قاره اوروبا دي كده اقليم غرب اوروبا. هي دايما غرب اوروبا هتلاقوا موجود غرب القارات زي البحر المتوسط. فاكرين احنا قلنا هنا ده بحر متوسط، هتلاقوا فوقيه حته صغننه كده اقليم غرب اوروبا في امريكا الشماليه. كمان هنا في المنطقه دي اقليم غرب اوروبا في امريكا الجنوبيه. تمام. وحته صغيره اللي هنا اللي فوقيها دي ده بحر متوسط، اللي تحتها حته صغيره قوي اقليم غرب اوروبا في في استراليا. يبقى غرب اوروبا ده طبعا في غرب قاره اوروبا، وفي غرب وسط قاره امريكا الشماليه، في جنوب غرب امريكا الجنوبيه، وفي جزء صغير جدا في جنوب استراليا. طيب الاقاليم المعتدله البارده او اللي بنسميه لورانسي ده موجود شرق القارات، زي فين؟ زي اليابان وشرق اسيا كلها، اليابان وشرق اسيا. فين كمان؟ شمال شرق امريكا الشماليه، شمال شرق امريكا الشماليه. يبقى شمال شرق اسيا اليابان، فوق بعض جزر اليابان وجزء كبير قوي من قاره اسيا، وشمال شرق امريكا الشماليه. ده الاقليم المعتدل البارد. الاقليم القاري البارد وده قريب قوي للصحراوي في درجه حرارته، ده قاري بارد. يعني ايه؟ يعني تلج. ده موجود فين؟ عند الدائرة القطبية الشمالية اهو في اسيا واوروبا، موجود في اقصى
او في شمال واقصى شمال امريكا الشمالية، موجود فيه جزء صغير قوي من امريكا الشمالية في الجنوب، وجزء صغير قوي من امريكا الشمالية في الجنوب. ده الاقليم القاري البارد في اسيا واوروبا، في شمال اسيا واوروبا، وفي شمال امريكا الشمالية، وكمان في اجزاء صغيرة حوالين خليج المكسيك في جنوب المكسيك، في جنوب امريكا الشمالية، في جنوب المكسيك. تمام كده التلات اقاليم غرب اوروبا معتدل بارد، والاقليم القاري البارد. اخر مناخين عندنا اللي هو التندرا والمناخ الجبلي. التندرا هيكون موجود فين؟ طبعا في القارة القطبية الجنوبية، ده اساسي. ده تندرا. كمان فين؟ اقصى شمال، مش شمال القاري البارد شمال، ده اقصى شمال، اقصى شمال فيهم خالص، اقصى شمال الحته اللي فوق خالص دي كده ايه عندنا تندرا. ايه كمان؟ اقصى شمال امريكا، عشان شايفين جزر اللي هي جرينلاند والاسكا والحتت دي كلها كده تندرا. يبقى فين التندرا؟ في اقصى شمال اسيا واوروبا واقصى شمال امريكا الشماليه. ده المناخ الجبلي. عند الجبال، مش انا قلتلكوا جبال؟ عندكم هنا جبال هيمالايا دي كده، المنطقة دي كلها جبال هيمالايا وهضبة تبت، أكيد مناخ جبلي. هنا عند جبال الألب دي مناخ جبلي. عند جبال روكي كلها كده دي كلها ايه؟ جبال، فكلها مناخ جبلي. عند جبال الأنديس دي مناخ جبلي. يبقى كل دول مناخ ايه؟ جبلي. في وسط آسيا، في غرب أمريكا الشمالية وغرب أمريكا الجنوبية. كده احنا خلصنا مناخ كل القارات، سواء الحار او المعتدل الدافي او المعتدل البارد او البارد. تعالوا بقى نكمل مع بعض توزيع السلالات حول العالم. نبدأ بالسلالة السوداء او اللي بنسميها الزنجية. السلالة الزنجية موجودة فين بالظبط؟ احنا قلنا القارة اللي بنسميها القارة السمراء هي قارة افريقيا، نسبتها 75% الافارقة موجودة هناك في قارة افريقيا. شايفين في ايه؟ في وسط وجنوب افريقيا، في وسط وجنوب افريقيا. فين كمان؟ في قاره استراليا كلها، متوزعين حوالين قاره استراليا كلها، تلاقوا فيها ايه؟ افارقه. كمان قلنا اللي هما بنسميهم الاستراليين الاصليين. كمان فين؟ في جنوب شرق امريكا الشماليه، قرب المكسيك كده، جنوب شرق امريكا الشماليه دي فيها توزيع كتير للزنوج. وفي مناطق متفرقه من امريكا الجنوبيه كلها، الساحل الشرقي لامريكا الجنوبيه. يبقى الساحل الشرقي لامريكا الجنوبيه، ساحل جنوب شرق أمريكا الشمالية، وسط وجنوب أفريقيا، وقارة استراليا كلها. ندخل على السلالة المغولية. السلالة المغولية قلنا أصلها أكترها موجود فين؟ في آسيا. شايفين الصين وجزء من الهند واليابان وكل آسيا كده وسيبيريا، كل دول كده ده عندنا ايه؟ مغولية. وجزء منها صغير ممتد ناحية البحر المتوسط كده. تمام، كل دي اسمها السلالة المغولية. موجودة كمان فين؟ في أمريكا الشمالية، موجودة في شمال وأقصى شمال قارة أمريكا الشمالية. قلنا هنا سكان ألاسكا أو نسميهم الإسكيمو، دول من المغوليين. تمام، موجودة فين؟ في جزء جنوب غرب أمريكا الشمالية، وجزء من جنوب غرب أمريكا الشمالية، وفي جزء من وسط أمريكا الشمالية. موجودة كمان في قارة أمريكا الجنوبية، بتركز أكتر في الوسط. شايفين كده؟ في الشرق والوسط. لكن انا قلت الزنجية شرق بس، يعني الساحل ده كله هي شرق ووسط وجزء من الجنوب، شرق ووسط وجزء من الجنوب. كل دي السلالة المغولية. السلالة القوقازية وقلنا دي أعلى سلالة في العالم من حيث نسبتها، وبتتقسم على حسب أماكنها. قلنا في قارة أفريقيا موجودة في شرق وشمال قارة أفريقيا. في شرق وشمال قارة أفريقيا دول بنسميهم ايه؟ قوقازيين. موجودة في جزء غرب الهند وباكستان ومنطقة شبه الجزيرة العربية، ودي برضو قوقازية. قارة أوروبا كلها قوقازية. وسط قارة أمريكا الشمالية كل دي برضو قوقازية، وجزء من جنوب شرق أمريكا الشمالية اللي هي بنما دي فيها ايه؟ قوقازيين. شايفين أنا قلتلكوا ده مغولي صح؟ واللي باقي ده زنجي. مناطق بقى هي بقى في النص كده، يعني عندكم المناطق الغرب دي كلها قوقازيين اهي كده بالشكل ده. الشمال ده كده كله قوقازي. عندنا جزء من الشرق كده صغير ده قوقازي، عندنا جزء من جنوب شرق ده قوقازي، لكن الحته الجنوبيه خالص دي كلها مغولي.
وعندنا مناطق متفرقة من قارة أمريكا الجنوبية فيها ايه؟ قوقازي. فين كمان في استراليا؟ جنوب استراليا الشرقي والغربي، في جنوب استراليا الشرقي والغربي. وفي جزيرة صغننة كده عند آسيا، في شرق جزيرة في آسيا دي موجود برضه فيها ايه؟ قوقازيين. يبقى كل دول ايه؟ السلالة القوقازية. كده بتيجي بتمنى ان يبقى سهل عليكم. هسيب لكم المراجعة في البايو، تحاولوا ان انتوا ايه تبصوا عليها تاني وتراجعوا منها. كانت معاكم ميس عايدة مكلم.